نايم في بيتك وفجأة الباب بيخبط عليك، هل من حق حد يفتش بيتك أو موبايلك من غير إذن؟ القانون اللي بيحدد ده هو قانون الإجراءات الجنائية، واللي بيتقال عليه تاني دستور بعد الدستور المصري. مفاجأة إن البرلمان وافق عليه لكن الرئيس رجعه تاني. القانون ده مش مجرد أوراق، القانون ده اللي بيحدد مصيرك أو مصير أي مواطن لو اتقبض عليه أو حتى دخل في أي قضية. يعني هو اللي بيرسم الطريق من أول لحظة تحقيق لحد الحكم النهائي. علشان كده بيتقال عليه تاني دستور بعد الدستور المصري. طب ليه بقى الرئيس رجعه تاني للبرلمان؟ أولا علشان حرمة البيت والخصوصية، علشان بيتك مقدس ما ينفعش أي جهة تقتحمه إلا بإذن قضائي واضح وصريح. وكمان مش بيتك بس، موبايلك ورسايلك وصورك كلها خصوصية. الصياغة الجديدة كان فيها لبس وممكن تفتح باب للتجاوز، والرئيس طبعا رفض ده. تاني حاجة بقى بدائل الحبس الاحتياطي. بدل ما المتهم يتحبس بالشهور أو السنين وهو لسه ما اتحكمش عليه، ممكن يتعمل له سور إلكتروني يحدد مكانه، وكمان يتعمل له منع من السفر، وكمان يوقع في الاسم كل ليلة. لكن هل الدولة جاهزة فعلا؟ وهل عندنا البنية التحتية؟ تالت حاجة بقى الغموض في الصياغة. أي قانون في مادة غامضة ممكن يتحول لكارثة. يعني القاضي يفسرها بطريقة، والنيابة تفسرها بطريقة، والمحامي بطريقة، والضحية هو المواطن. رابع حاجة جاهزية الدولة للتنفيذ. هل عندنا نظام يراقب آلاف الأشخاص اللي لابسين صور إلكتروني يراقب مكانهم؟ هل الأقسام قادرة تتابع كل اللي بيوقعوا يوميا في المراقبة؟ الإجابة لسه محتاجين وقت وكمان تجهيز. ليه بقى قانون الإجراءات الجنائية يخصك؟ أي حد ممكن يلاقي نفسه فجأة متهم في قضية، حادث أو مشاجرة أو خلاف مالي أو خلاف على تجارة. في اللحظة دي القانون هو اللي هيحدد هل تتحبس احتياطي ولا تطلع ببديل، بيتك يتفتش بإذن ولا من غير إذن، وكمان ليك حق في حضور محامي معاك في التحقيق ولا لا. يعني القانون مش بعيد، ده بيخصك أنت وأسرتك بشكل مباشر. وفي الآخر القانون راجع لمجلس النواب علشان يتعدل من جديد. والسؤال هنا بقى، هل التعديلات اللي جاية هتحمي المواطن فعلا وتخلي قانون الإجراءات الجنائية تاني دستور بعد الدستور المصري فعلا، ولا هيفضل فيه ثغرات ترجعنا لورا؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وايه اكتر حاجة شايفينها لازم تتغير في قانون الإجراءات الجنائية. استنوني في فيديو جديد. صوت الحق.